كل مرة بتولع فيها سيجارة واحدة أكتر من 7000 مادة كيميائية بتخش جسمك، ومع ذلك أكتر من 1,300,000,000 شخص في العالم اللي احنا فيه بيدخنوا. فطبعا مش غريب إن التدخين يكون من أكتر الأسباب أو أكتر العادات التي تؤدي إلى الوفاة، وعلى أقل تقدير لو ما توفتش منها فعمرك بينقص 10 سنين. الغريب هو بقى هنا ان احنا ازاي وصلنا لحاجه زي دي، من حاجه بيقنعونا ان هي صحيه لحاجه بقت ليها علاقه بالروشنه او ان انت تبقى كول ومرتبطه بالرجوله، لواحده من اخطر العادات في التاريخ. انا مش جاي اقول لك بطل تدخين لان انت عارف الكلام ده، وكمان في فيديوهات بالهبل عن الكلام ده. العلبه بتاعت السجاير بتاعتك مكتوب عليها الكلام ده. انا جاي اوريك التدخين من الاساس بيعمل في جسمك ايه وبيأثر عليه ازاي جسديا، ده احنا عارفينه، بس نفسيا اهم كمان. ليه بتدمنه وليه اكتر من 80% من المدخنين ما بيجيلهمش سرطان الرئه. ده رقم حقيقي. وايه اللي ممكن يحصل لك لو بطلت؟